السلام عليكم، معكم مريم ميري. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم ان شاء الله غندير واحد المخمرات زوينين زوينين ان شاء الله شهر رمضان والايام العاديه، وفي نفس الوقت تقدروا ديروا بهم حتى شاورما. الناس اللي ما كيزعموش على عجينه شاورما تقدروا ديبانيو بهذا، كيجيو زوينين وخاويه من الاخر وما فيهمش نهائيا البطعه كيف ما كتشوفوا معايا، وتقدروا تحتفظوا بهم في المجمد. كنتمنى تفرجوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ولا كنتو جداد على القناه ديروا ابوني وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. يلا ان شاء الله تابعوا الفيديو. غنعجنوا ان شاء الله. عندي عبرت بهاد السلافه هادي، عبرت 3 ديال الزلايف ونص ديال الزرع، وجوج زلايف ونص ديال الفورص، ومعلقه كبيره د الخميره حيت خويتها تخوات بحال هكايا، كتعطي كميه كبيره. معايا معلقه وحده ومليحه على حسب الذوق، فهمتي؟ يعني كاين اللي كيبغي مالح، كاين اللي كيبغي متعادل، كاين اللي كيبغي مسوس في خضره، يعني على حسب الذوق. صافي هادشي اللي كاين، وخلاص كنحتاجو الماء سخيخن دافي. غندوزو ان شاء الله نعجنوه، ومن بعد غادي نخليه يخمر عاد باش نرجعو نجلسوه ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر.
من بعد ما خمرات ليا العجينه سخنت واحد شويه د الماء طاجع طايب وعاودت عجنت العجينه ودلكتها مزيان ونرجعها تخمر ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تخمر. من بعد العجينه ما خمرات ليا بحال هذا الشكل هذا خليتها تخمر واحد ساعه المكانه على حسب الرجو ديالكم. تشوفوها طلعت خمرات صافي. وبالنسبه للزلافه حيت بديت نمونطي ويبان ليا بالزلافه عبرت بهاد الزلافه هذه اللي كتشوفوها ليمونيه هي اللي عبرت بها، هي اللي عبرت بها الطحين. واي زلافه تقدروا تعبروا بها. انا عطيتكم غير القياس ديالي وانتم ديروا اللي يعجبكم. انا بالنسبه لي راه خرجت منها 4 الخبزات صغارين واحد 2 مخمرات وعاد هذاك البطبوط اللي صايبت مخمرات صغاورين درت واحد 2 بطبوطات و4 الخبيزات وعاد المخمرات الصغار اللي وريتكم شي مدور شي مربع. تقدروا ديروا من الشكل اللي يعجبكم والذوق ديالكم اللي يعجبكم كبيبرين صغارين داكشي كيرجع ليكم كل واحد والذوق ديالو. صافي غنطلق لاباط ديالي على هذا الشكل هذا البنات نقطعوها بالطريقه اللي عجباتكم حليوات ليكم كبار صغار اللي عجبكم وغادي نخليهم يخمروا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه وعاد ندوزو ان شاء الله باش نطيبوهم. كتسخنوا الطاجين على درجه الحراره عاديه متوسطه ما مجهدش البوطه وما قليلاش تكون عاديه على ما تكون شويه خفيفه. انا على ما غنديرهم كاملين غادي نعاود نقلبهم بالزربه بالزربه ما تخليهمش نهائيا يطيبوا من التحت خصهم دغيا يتقلبوا لكم باش بحالاش باش يجيوكم منفوخين. الغلط اللي كنديرو او كيديروا البعضين شناهي كنخليوها يطيب من الجهه الاولى عاد كنقلبوهم ما كيتنفخوا ليناش لان كتلصق وحده على وحده ما كيتنفخوش. ديما عيد طرحوهم قلبوهم كيف ما كتشوفوا معايا راه مازالين خضرين غادي نقلبهم يبداو يتنفخوا شويه ونعاود عاوتاني نقلبهم ولا بقاو دوروهم باش كيتحلوا لكم دغيا دغيا وكيجي نهائيا للداخل ما كتجيش نهائيا البطعه كيجيو خاويين. تعمروهم ان شاء الله باش ما بغيتو حشوه سخونه حشوه بارده باش ما بغيتو حشوه الشاورما كيجيو فنين باش اللي يعجبكم ديروا فيها. اهم حاجه ما تخليهمش يطيبوا عاد تقلبوهم قلبوهم قبل ما يطيبوا باش يتحلوا لكم وتلقاو كيف بغيتو. هادشي اللي كاين غنتابع على هاد القضيه هادي غنبقى ندورهم نقلبهم ندورهم نقلبهم حتى غيتنفخوا ليا ان شاء الله كاملين. كنحاول نوقف ونعاود نرجع باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف. انا ما كندير شي حاجه كنبقى ندورهم ونقلبهم ندورهم ونقلبهم حتى غيتنفخوا ليا ان شاء الله. وانتم كيف غيجيو غزالين 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 كيف ما شفتوا معايا حيت وقفت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. راه طيبت شي وحدين عاوتاني عاد كملت كيف ما كيشوفوا بحال هكا منفوخين غزالين. كيف ما قلت لكم بقاو تقلبوا ما تخليوش طيب تبقى تحتين لا طيبوا من التحت صافي ما غيتنفخوش. كذلك مخمرات مدورين نتوما كذلك نديروا بحال هكا غنبقى نطرحهم كاملين نعاود نقلبهم نعاود ندورهم نقلبهم تنفخوا ليا ان شاء الله ويطيبوا ونحيدهم. يعني دابا ماشي شي حاجه كنحاول نوقف التصوير باش الفيديو ما يجيش طويل ما زعما كلهم بحال صافي الاخوات وما جاو زوينين بزاف. واهم حاجه ملي تبغيو تحتفظوا بهم في المجمد غتخليهم يرجعوا دافيين ديروهم في واحد الزيف يكون رقيق خاص على الخبز غديروهم فيه تستفوهم وغديروهم في ميكا وديروهم في المجمد كيبقاو تا عام كامل كيبقاو غزالين. جبدوهم قبل يطلقوا حلوهم عمرهم باش ما بغيتو عاد دخلوا صهدوهم في الفران واحد 2 دقائق هي باش هكذا يتصهدوا صافي كيجيو غزالين غزالين غزالين. هادشي اللي كاين الاخوات بصحتكم وراحتكم. واللي غيدير حشوه بارده ما بغاش تسخن غادي يجبدهم من الفريغو يخليهم حتى يطلقوا ليله كامله ولا ساعتين 3 سوايع على حسب واش الحال بارد الحال سخون. من بعد غيقبضهم
ويسخن الفران على 180 درجة ويدخلهم ويخرجهم، فهمتوا؟ يعني 2 دقائق دقيقة ما كاملاش، يعني تخشي خرج دغيا باش يكونوا يجيو فتيتين بحال يلاه طابو وفي نفس الوقت ما دايرينش بحال اش نقول لكم، في نفس الوقت ما يابسينش. صافي كتعمروهم بالحشوه اللي عجباتكم. مره كانت حشوه سخونه وغديروا عليهم فخوماج احمر ولا اي نوع ديال الفخوماج بلا ما تسخنوهم، عمروهم ونيشان دخلوهم الفران وعاودوا خرجوهم بالصحه والراحه. هادو المخامر ديالنا من بعد ما وجدوا ليا بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. مرحبا بكم، ديروا ابوني الا كنتو جداد على القناه، وفعلوا جرس توصلكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ديروا